طب هات انا احط يهب في وشي، لا يهب في وشي، لا 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 لا. جايب لك النهارده يا نرمين فيديو انا عارف رايك فيه كويس. هي فيديو تنظيف الزيت المعاد لاستخدامه، تستخدمي الزيت كذا مره فبيسود، بتحطي فيه شويه مواد يرجع جديد معاك، وانا عارف راي نرمين وهي هتعرفه لكم بس مش دلوقتي، صح؟ انا مسيطر في انا القصه دي. معترضه على الموضوع اصلا. انا عارف ان هي مش عاجبها الموضوع، بس احنا هنجرب التجربه كتجربه، وهي بقى بعد كده تستفيض براحتها في الموضوع. وهقول لكم رايي في الاخر. يلا نجرب مع بعض. ده بالنسبه لنا هو اسوأ زيت عندنا، ما عندناش اكتر من كده، انتوا ما تعرفوش نرمين اصلا. هنفضي الزيت. ده شكل الزيت النظيف بتاعنا، شايفه النظافه بيبرق من النظافه. وهي طبعا جايبه ايه؟ ميه. نص كوبايه ميه عليهم نص كوبايه نشا. انت هتحط ميه ونشا بجد؟ هي الوصفه كده. طبعا هقلبهم انا. قلب بقى، ما تبهدلش الدنيا لو سمحت. تقريبا احنا عملنا ميه اكتر من الزيت اللي مش نظيف. تقريبا نرمين زودت الميه. لا يعني هم قالوا كده فانا بسمع الكلام. ماشي يا عسليه. وهنسيب الزيت بتاعنا يسخن كويس قبل ما احط ده؟ وهنسيب عماد هو اللي يحط الزيت في الميه. لا انا مش هحط زيت في الميه، انا بخاف. لا هنسيب عماد يحط الميه بالنشا في الزيت. لا انا مش هعمل كده، انا هجري. لا انا مش هعمل كده. أنا ليه يا عماد؟ مش هعمل كده، انا بخاف على نفسي. لا ما تقلقش. لا انا بخاف على نفسي بجد. صب يا عماد. لا مش هصب، ده بتاع نشا وبتاع ميه. هات يا عماد. طب حطي حبه اجرب الاول. طب هات انا احط يهب في وشي، لا يهب في وشي، لا 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 لا. انا مش خايف نضحي بيك، انا لازم برضو الرجاله تبقى شجاعه. انت كده هتفرقع فينا بامانه يا عماد. يعني احط عادي وانا بطمن؟ هات يا عماد انا هحط لك. يا رب استر. عماد انت هتولع فينا بامانه. ايه ده؟ وليه ما نطش فينا الميه؟ ايه ده النشا ايه ده؟ هتقلب دلوقتي، استنى. بصوا. النشا اتكتل فاخد البهاريز. اخد كل الشوائب. بس هو معنى كده ان الزيت نضيف يعني؟ هما بيقولوا، بس انا بالنسبه لي مش مقتنعه بالفكره دي. انت رافضاها ليه بقى؟ لان هي مش صحيه، وانا برفض بيع اصلا الزيت. الا للناس اللي بتعمل منظفات. على فكره فعلا ناس كتير بتشتري الزيت منكم وللاسف بيعاد تدويره تاني وبينزل السوق للاسف. يعني هي قله ضمير مش اكتر. هو المفروض الزيت ده بيبقى صابون، صح كده؟ انا اقدر استخدمه صابون، ما عنديش مشكله فيه. اعمليه انت في البيت. بس انا عندي مشكله كبيره اني انا استخدمه تاني، لانه يعني بيبقى خلاص اتسرطن. يعني احنا كده مش المفروض ان احنا لو صفينا الزيت بالمنظر ده احنا نعرف نعمله صابون؟ نعمله صابون عادي. طب دي فكره حلوه، خلي بالك. نعمله صابون مفيش مشكله. خلاص انا هخلي نرمين تعملوا لكم صابون الفتره اللي جايه. هصفي الزيت. صفت الزيت. وده شكل الزيت فعلا نضف، بس انا عندي اعتراض على استخدامه في الاكل. انا ممكن استخدمه في المنظفات. انا ممكن استخدمه واعمل بيه صابون، ما عنديش مشكله، لكن ارجع اقلي فيه تاني لا، انا عندي اعتراض يا جماعه. على فكره بيعمل امراض كتير ومش صح خالص انك تستخدم الزيت بالطريقه دي. عامه احنا حبينا نوريكم ان الهاك شغال، وده ينفع صابون مش ينفع قلي. يعني ما ينفعش تنضفي زيت وتقلي بيه. ونصيحه تاني، ما تبيعوهوش للناس اللي بتمشي وبتعدي في الشارع، بيبيعوه دلوقتي ب 35 40 جنيه الكيلو، فهم بياخدوه وينضفوه ويروحوا يبيعوه للمطاعم بتاعه الفول والطعميه والفرايد تشيكن والحاجات دي، ويرجع لكم تاني، ويرجع لنا احنا بالاذى. فعشان كده ما تبيعوش الزيت، بالظبط، نضفوه واعملوا بيه صابون، ما عنديش مشكله. ده الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تعملوا فولو للصفحه، لايك للفيديو، والناس اللي بتتابعنا على اليوتيوب تعمل سبسكرايب للقناه. اشوفكم مع فيديو جديد. باي باي.